مرحبا بكم. باش تكون ستريمر في تونس مش سهل جمل على الانترنت من غير ما نحكيه. بالرغم تونس اول دولة عربية دخل الانترنت. التيكي متاع دينار يبيعولنا فيها ب 1300 كيفاش الله اعلم، والتجهيزات غالية. ومع هذا اليوم بعد يوم قاعدين يطلعوا الناس قاعدين يصنعوا في محتوى باهي ودخلوا به العالم ستريم والجيمنج كما بيانيل ووسيموس وحشيش اللي رجع بعد فترة انقطاع طويلة وبنوا جمهور تبارك الله كبير. الجيمنج والستريم مش مجرد ترفيه، هي ساحة معركة فيها الإبداع وفيها الطموح وفيها حلم واحد تونسي يحاول باش يوصل. واليوم باش نحكيو على تحديات ستريم في تونس وكيفاش بديت الحكاية. ما تنسيش اللايك وسبسكرايب وتتفرج في الفيديو للآخر وتخلي كومنتير مزيان تشجعني بيه. جيمنج ستريم بدي مع تطور الانترنت ومنصات الفيديو، وتطورت زادة ثقافة الجيمرز وزيادة شعبية الألعاب الإلكترونية. وكانت البدايات المبكرة بين عام 2000 و 2010. في البداية كانوا الجيمر يشاركوا لقطات مسجلة من اللعب اللي عاملين ترند في وقتها وينشروهم على اليوتيوب، وظهر زادة محتوى اللي يظهر فيه اللاعب وهو يشرح ولا يقيم في اللعبة الفلانية كيف يلزمها اللعبة تكون ترند باش تجيب برشا مشاهدات. ونوصلوا لعام 2011 يظهر لأول مرة موقع متخصص في بث الألعاب التويتش، وولا التويتش الوجهة الأولى للألعاب في العالم بسبب نشاط اللاعبين والمشاهدين. وظهرت في الوقت هيك زوز لعب مين كرافت ودوتا 2 وقعدوا ترند مدة كبيرة. ومن عام 2015 حتى لتو 2025 مع انتشار محتوى الجيمنج ستريم في العالم بدأت الشركات متاع الجيمنج الكبار تدعم البثوث وتحتضن اللاعبين المؤثرين وتقدم لهم في الجوائز المالية. وظهرت منصات جدد كيما الفيسبوك والتيك توك وكيك، وظهرت لعب جدد كيما جي تي وفري فاير وبابجي موبايل وامونغوس. ولا الجيمنج ستريم مهنة لبرشا عباد مع دعم الإعلانات والتبرعات والاشتراكات، وعلى ذاك الاشتراك ما تنساش باش تشترك في القناة متاعي. دخل الجيمنج لتونس في أواخر التسعينات وأوائل الألفينات مع دخول البلاي ستيشن وفي أوائل 2000 و2001 ظهروا لعب جدد كيما كونتر سترايك وفيفا. ومن 2010 حتى التو مع انتشار الانترنت في الديار وظهروا منصات كيما اليوتيوب والتويتش والنيمو تحول الجيمنج من تعدي للوقت لمصدر دخل ومهنة. وظهروا ستريمرز توانسة، واليوم مجتمع الجيمنج في تونس كبر برشا والتوانسة بدأوا يدخلوا في عالم تطوير الألعاب مش كان اللعب. وفما برشا مواهب باش تطلع في المجال هذا مجال الجيمنج. من رغم النمو المتواصل للمجتمع الجيمنج في تونس إلا أنه يواجه برشا مشاكل منها ضعف البنية التحتية للإنترنت، وهذا أكبر عائق وضعف سرعة الإنترنت واللاج. اثنين غياب الدعم الرسمي، وثلاثة غلاء التجهيزات كما البي سي جيمنج. يمكن أقل بي سي جيمنج في تونس يفوت 2 ملايين. ونتمنى أنه يتحسن الإنترنت في تونس وترخص شوية التجهيزات متاع الجيمنج اللي تتوافق مع قدرة الشراء التونسي ويتحل الباي بال في تونس. أغفر الله يا ربي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكنا معكم يحيى وإن شاء الله موعدنا في فيديو قادم.